والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا أخفيكم سرا أن تشريفكم لنا اليوم بالحضور أضفى على هذه المحكمة جمالا وزادها رونقا، وربما لأجل هذه الغاية أصبحت أحب هذا القانون 43-22، لأن بعد القراءة المتأنية لمختلف مضامينه فإنه يخاطب مجموعة من الجهات، ولربما كان هو هذا السبب الرئيسي لهذا الالتئام المبارك وهذا الجمع المحمود من أجل مناقشة مجموعة من النقاط، ويشكل هذا أو هذه المائدة المستديرة العلمية تكريسا للدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2024 لجل انفتاح على فعاليات المجتمع المدني، حكم أن هذا القانون يخاطب فعالية المجتمع المدني من أجل التنفيذ الفعال والتنفيذ السليم لمختلف العقوبات الصادرة في هذا الباب. والموضوع الذي كلفت بإلقاء بعض عناصر الإجابة المرتبط به هو علاقة الإدارة المكلفة بالسجون بالجهات القضائية في تتبع العقوبات البديلة. مداخلتي هي المداخلة الخامسة، سيكون ورائي الأستاذ بابي، وربما تركيزكم من الممكن أن يكون قد تشتت بعض الشيء، وباش يبقى الحضور ديالكم معايا. نعم سيدي، الله يحفظكم. نعم، وبالتالي الله يحفظكم. نعم، وبالتالي سوف أطرح سؤال ولن أجيب عليه الآن، سأتركه إلى النهاية. هل يمكن لسجين داخل مؤسسة سجنية محكوم بعقوبة سالبة للحرية ينفذ العقوبة المحكوم بها بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به داخل الفضاء السجني المغلق، هل يمكن له بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025 هل يمكن له الاستفادة من هذه العقوبات البديلة أم لا؟ طبقا لمبدأ عدم رجعية القوانين، هذا القانون سوف يتطرق فقط للإشكاليات التي ستثار بعد دخول حيز التنفيذ. فهل يمكن لسجين سابق طالما أن المشرع الإجرائي الجنائي وضع المكنة المرتبطة بالإفراج المقيد بشروط، هل يمكن لهذا السجين أن يستفيد من العقوبات البديلة؟ هذا ما سوف أختم به هذه المداخلة. علاقة إدارة السجون بالجهات القضائية في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. نتفاهموا على واحد المسألة. قانون 43-22 يخاطب الإدارة العامة المكلفة بالسجون، المندوبية العامة لإدارة السجون. قد يتبادر إلى ذهن المستمع المتلقي أن المسألة المرتبطة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة ربما ستكون من اختصاص المؤسسات السجنية. هذا غير سليم. الجهة التي سوف تتكلف بتتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة هي الإدارة المكلفة بالسجون، على اعتبار أن أنهي إلى علم سيادتكم أن القانون السابق المنسوخ 23/98 المرتبط بتسيير المؤسسات السجنية نسخ ألغي، وصدر القانون 10/23 وتبدلت واحد التسمية، أصبحنا نتحدث عن تدبير المؤسسات السجنية. هذا القانون 23 هو يشكل نقلة نوعية للمندوبية العامة المكلفة بالسجون. لماذا؟ إذا كانت المادة 2 في القانون السابق تتحدث على أن الفضاء السجني أو السجون المحلية والمركزية أو الفلاحية هي تلك الفضاءات المغلقة التي يقضي بداخلها شخص مسلوب الحرية عقوبته المنصوص عليها بموجب مقرر قضائي، فالآن المهام المنوطة بالمندوبية العامة لإدارة السجون أصبحت تتعدى تتبع والسهر على أنسنة ظروف الاعتقال داخل فضاء مغلق، أصبحت تسهر بالأساس على حماية النظام العام، وأصبح التركيز بالخصوص على إعادة إدماج المتهم داخل المجتمع. كما لا يخفى عليكم أن للمندوبية العامة لإدارة السجون مجموعة من البرامج من أجل تيسير مسألة تأهيل المتهم في سبيل إعادة إدماجه داخل المجتمع، ونخص بالذكر وأتحدث تحت رقابة سادة مدراء السجون المحلية التابعين لنفوذ هذه النيابة العامة، يتعلق بالأساس بمسألة
أنه، اسمحوا لي أنه فقدت حبل الأفكار، أن المسألة المرتبطة بالسجون، أن المسألة المرتبطة بتتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة هي مرتبطة بالدرجة الأولى باختصاص هذه الإدارة المكلفة بالسجون. هنا لا تفوتني الفرصة على أن أعرض على أنظاركم الإحصائيات الرسمية الصادرة على المندوبية العامة لإدارة السجون في هذا الشأن، لأن المشرع كما سبقني في الإشارة إلى ذلك زميلي الأستاذ سعد أكري لما قرر سن هذه العقوبات البديلة وضع لها كشروط موضوعية 3 شروط. العقوبة أن تكون الجنحة، أن تكون الفعل الجرمي أن يكون جنحة، أن تكون العقوبة المحكوم بها بموجب مقرر قضائي 5 سنوات، وألا تكون حالة العود. فلماذا المشرع اتجه في تحديد العقوبة المحكوم بها 5 سنوات؟ رجال القانون والأجهزة السائرة على تنفيذ القانون لا يخفى عليها أن الجنحة هي من 5 سنوات كحد أقصى، باستثناء بعض الحالات التي ينص عليها القانون خلاف ذلك بصريح الفصل 17 من مجموعة القانون الجنائي، وأن تكون الغرامة ابتداء 1200 درهم لا تتجاوز حد 1200 درهم، إلا أنه بالرجوع للإحصائيات الصادرة على المندوبية العامة لإدارة السجون إلى حدود 31 دجنبير 2023، لأن الإحصائيات الصادرة بخصوص ما تم هذه السنة لا زالت طور الإنجاز، وبالتالي انخفض نسبيا عدد الساكنة السجنية بجميع السجون التي تغطي تراب المملكة المغربية الشريفة، وأصبح الآن العدد الإجمالي لمختلف السجناء يناهز 102,000 سجين. هاد 102,000 سجين ملي كنديروا واحد الإحصاء حسب الصادر على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستلاحظون أنه إلى نحتكموا ما يشترطه القانون من 5 سنوات كحد أقصى كعقوبة محكوم بها، سنجد أن مجموع الساكنة السجنية هو 74%. 74% من الساكنة السجنية الآن محكومة بعقوبات حبسية 5 سنوات فأقل. هذا يحيلنا على التكلفة الميزانية التي تتكلف بها الإدارة من أجل تيسير أنسنة ظروف اعتقال سجين. فالرقم الرسمي الذي تصدره المندوبية العامة هو 35 درهم لليوم، وهذا ليس بالرقم الإجمالي، يشمل فقط مصاريف التغذية. ما داخلينش في الأجور ديال الموظفين لا يحتسب الماء والكهرباء، وبالتالي لن ناخذ سجين واحد في المجموعة ديال الساكنة السجنية بالنظر للتكلفة اليومية، فهذا يثقل كاهل الدولة. وأود قبل أن أشرع في بسط مختلف التدخلات التي سوف تجمع إدارة المكلفة بالسجون ومختلف الجهات القضائية في سبيل تتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، لا تفوتني الفرصة وأستغل المناسبة في إطار هذه المائدة المستديرة العلمية من أجل أن نتفق على مبدأ ضروري. هذا القانون تحت إشراف الحكومة، وبعد مروره من مسار الصياغة التشريعية خرج حيز التنفيذ. الآن الخطابات التي كانت تتبناها الحكومة في هذا الإطار من أجل تشجيع السادة ممثلين الأمة من أجل التصويت لصالح البرلمان اقتصرت على بعض الأهداف في سبيل التخفيف من اكتظاظ السجون، لكن كما سبقني إلى ذلك جناب السيد وكيل الملك المحترم بهذه المحكمة فإن المسألة أعمق من ذلك. فالهدف من هذا القانون 43/22 محاربة الجريمة، هذا شيء أكيد لابد منه، لكن في سبيل تيسير تأهيل المتهم داخل المجتمع في اتجاه إعادة إدماجه حتى يتمكن من إصلاح تلك الاضطرابات والأضرار التي ألحقها بالمجتمع على مستوى النظام العام، ولربما على مستوى الضحية كحق خاص. ومن أجل هذه النقطة هذه نعكسوها على المقتضيات القانونية الصادرة في هذا الباب، لا تفوتني الفرصة في أن أذكركم باختصاصات المحكمة في تحديد العقوبة وإصدارها. الآن هذه العقوبة البديلة التي ستتكلف إدارة السجون من أجل تتبع تنفيذها، والتي سيتكلف قاضي تطبيق العقوبة بإصدار مقرر تنفيذي بشأنها، هي مركزة بالأساس وتنبني على طبيعة الحال المقرر القضائي الصادر عن هيئة الحكم. هذا المقرر القضائي الصادر عن هيئة الحكم
هو الذي سيتكلف بتحديد العقوبة التي سيتم بها ردع المعني بالأمر المتابع بناء على ما يصدر بشكل الاتهام الصادر عن النيابة العامة. لكن المحكمة حينما توقع الجزاء وتقدر العقوبة تراعي بين مسألتين يجب أن يتم التوازن بينهما. هناك ضوابط في تحديد العقوبة وهناك محددات في إصدار العقوبة. إذا ما تعمقنا في الفصل 121 من مجموعة القانون الجنائي، هو يناقش معنا الضوابط التي تعتمد عليها المحكمة من أجل تحديد العقوبة. لماذا في بعض الحالات 6 أشهر ولماذا سنة، طالما أن الفصل أقصاه ينص 5 سنوات. ربما في واقعات تأثير الرأي العام المحلي، شي ضرب جرح خطير جدا، أضرار جسمانية فظيعة، الفصل ينص كعقوبة قصوى 5 سنوات والمحكمة تتجه فيه كذا 6 أشهر 4 أشهر. فالفصل المرتبط بالفصل 141 يحدد هذا السياق ويفرض على المحكمة من أجل تحديد العقوبة وتفريدها على حسب المقرر قانونا أن تراعي في ذلك مسألتين: يتم الأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة من جهة وشخصية المجرم من ناحية أخرى. المستجد بهذا القانون هو أن هناك محددات جديدة ستلقى على عاتق المحكمة من أجل إصدار العقوبة، كما ينص على ذلك الفصل 35(1) من القانون الجنائي. تسريع على العقوبات البديلة نفس هذه الاعتبارات ديال خطورة الجريمة وشخصية المجرم، لكن بالإضافة تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في سبيل إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود. وبالتالي ما سطر في هذا القانون القضاء المحكمة الموضوع حينما تصدر عقوبة سالبة للحرية لا تضع كأهداف التخفيف من اكتظاظ السجون، لا، يولي الرهان الرئيسي لنا جميعا في سبيل تحقيق تأهيل المتهم وتيسير إدماجه في المجتمع مراعاة أهداف هذه العقوبة. بصفة عامة هذا التلخيص بالطريقة الأكاديمية الذي اسمحوا لي أن أعرضه على أنظاركم يلخص المسلسل الإجرائي الذي يمر منه تنفيذ جميع العقوبات، وتبقى لكل عقوبة خصوصية على حدة. ننطلق دائما من المقرر المتضمن للعقوبة البديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، وهناك استثناء. هذه قاعدة عامة لا يمكن أن نشرع في تنفيذ هذا المقرر إلا بعد اكتسابه قوة الشيء المقضي به، إلا أنه كاستثناء إذا لم تمارس النيابة العامة حق الطعن فيمكن مباشرة الشروع في تنفيذ هذا المقرر القضائي. ماذا يتضمن هذا المقرر القضائي؟ سبقني زميلي أستاذ دري الشلخ وأشار على أنه يجب أن يكون متضمنا لعقوبة حبسية، يمكن أن تكون سالبة للحرية نافذة أو يمكن أن تكون موقوفة التنفيذ، يشملهما معا. ويمكن أن يتجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية في مواجهة الأشخاص المحكوم عليهم، وهو المصطلح الذي يوظفه المشرع، فيمكن أن يكون شخص متابع في حالة اعتقال أو متابع في حالة سراح، كلاهما يستفيدان معا. وبالتالي النيابة العامة ستأخذ هذا المقرر القضائي إذا لم تمارس حق الطعن قبل اكتسابه لقوة الشيء المقضي به. إذا ما مارست حق الطعن سوف ننتظر أن يكتسب قوة الشيء المقضي به، وستحيله على قاضي تطبيق العقوبة الذي يصدر مقرر تنفيذي للعقوبة البديلة. متى؟ إذا وجد المحكوم عليه داخل دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبة. وهنا المشرع الإجرائي وضع إمكانية في حال ما كان المحكوم عليه خارج دائرة نفوذ قاضي تطبيق العقوبة فإنه يوجه إنابة إلى قاضي تطبيق العقوبة الذي يوجد بدائرة نفوذه هذا المحكوم عليه، والمشرع يوظف عبارة المحكوم عليه كي تشمل الشخص المتابع في حالة اعتقال وكذا الشخص المتابع في حالة سراح. ثم يتفضل السيد قاضي تطبيق العقوبة بإحالة هذا المقرر التنفيذي على الإدارة المكلفة بالسجون. وهنا الأبحاث متواصلة وجارية، ولا شك بتتبعكم لآخر بلاغ صحفي صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون من خلال الزيادة في أجور الموظفين، هذا الذي يندرج في الفقرة الأخيرة المخصصة في هذا البلاغ الصحفي تماشيا مع المستجدات التشريعية في تعديل القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية وكذا القانون المرتبط بتحديد العقوبات البديلة، سوف يوفر هذا أرضية، هذه بداية أولى من أجل توفير بعض الإمكانيات اللوجستيكية والمادية لإدارة السجون. هنا تختص الإدارة المكلفة بالسجون مركزيا أو تقسيمتها اللاممركزة على مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، أو من تفوض له ذلك بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتوضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة للقيام بذلك. نحن نناقش هذا القانون في وضعية ديال أنه لازلنا ننتظر صدور قانونين تنظيميين. القانون التنظيمي الأول مرتبط
هذه المساله هذه بالضبط، شنو هما الاليات، كيف ستتمكن اداره المكلفه بالسجون من اجل تتبع تنفيذ هذه العقوبات البديله. وحسب الى سمحتوا لي جناب السيد وكيل الملك في الختام، ستتم إعادة هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون في سبيل خلق مديرية جديدة سوف تعنى بتتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة. هل يمكن لسجين سابق أن يستفيد من العقوبات البديلة؟ القراءة المتأنية للفصل 647-22 وهي آخر مادة في هذا القانون تعطي لقاضي تطبيق العقوبة صلاحية مهمة جدا، وهي إمكانية استبدال العقوبة. أي أنه بالرغم من أن حكم سابق قضى بعقوبة حبسية سالبة للحرية دون أن تضاف إليها عقوبة بديلة، فلقاضي تطبيق العقوبة هذه المكنة القانونية، وستمكنه في حال ما توفرت الشروط التي تفضل بإلقائها على مسامعكم زميلي الأستاذ ريشلخ أن يمتعه ويستبدل العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة. شكرا على حسن إصغائكم، ونبقى لنا إشارتكم.